النتايج طلعت وفيه اللي فرح وفيه اللي زعل وده طبيعي، بس دلوقتي السؤال المهم أنت المفروض تعمل إيه؟ هل بقى أستنى الحكومة والتنسيق وكده وأشوف الكلية اللي هتيجي لي وارضى بيها زي ما هي، والّا لأ أروح أقدّم في الخاص لإنه مجموعي مش هيجيب حاجة في الحكومة وأنا مش راضي بالمجموع وأنا أستحق أكتر من كده وأروح أختار كلية في الخاص، والّا أنا مستقبلي مبهم أنا مش عارف أعمل إيه لسه؟ وهل فعلًا اسم الكلية هو اللي هيحدد مستقبلك؟ وهل الكلية اللي الناس شايفاها عادية ممكن يبقى ليها شأن أكبر بكتير في المستقبل؟ والأهم المفروض تعرف أنت هتعمل إيه في ال4 أو ال5 سنين اللي جايين عشان ما توصلش ليوم التخرُّج تلاقي نفسك ضيّعتهم، ولإنه في حاجات ما حدش بيقولها بعد النتيجة، وهي إنه أنت داخل على مرحلة جديدة تمامًا على حياتك، وإنه في قرارات أنت ممكن تاخدها هتفرق كتير جدًا معاك بعد التخرُّج، فإحنا هنا في الحلقة دي هنتكلم عن 10 حاجات كنت أتمنى أعرفهم قبل دخولي الجامعة. أول حاجة ما تخشش الجامعة وأنت بعقلية ثانوية عامة، ما حدش هيجري وراك ويقف فوق دماغك ويقول لك أنت ذاكرت، خلّصت والّا سلِّمت، ممكن ما حدش يعرف إن أنت متأخر أصلًا، المسؤولية بقت 100% عليك، ودي حاجة حلوة، بس أنت لو ما استغلّيتش الحرية دي صح، أنت ممكن تضيع. تاني حاجة ما تستناش لحد أول امتحان عشان تبدأ تهتم، من أكبر الغلطات اللي الناس بتقع فيها إنه أول شهر في الجامعة فُسحة، تاني شهر يا عم لسه بدري، وفجأة يا جماعة هو الامتحانات إمتى؟ الجامعة مش بتدّيك رفاهية إن حد يفكّرك، فحاول تبدأ أول بأول حتى لو بكميات بسيطة. تالت حاجة، مجموعك في الثانوية مش هو اللي بيحدد قيمتك في الجامعة، ممكن تكون جايب مجموع في الثانوية يخلّيك داخل وحاسس إنك عبقري زمانك، وممكن تكون داخل كلية وأنت مش راضي عنها أصلًا، بس بعد سنة ممكن الصورة تتغير 100% لأن الجامعة فرصة جديدة، فما تدخلهاش وانت عايش على لقب أول المدرسة، أول الثانوية العامة، أول حد في الكوكب، أول حد في الكون. كل الحاجات دي بتتغير أول لما بتخش الكلية، وفي اللحظة دي بيبقى في بقى الفرق ما بين اللي دخل الكلية وهو يستاهلها واللي دخل الكلية وهو مش قدها. اللي حصل في ثانوية عامة ده خلص خلاص، والسؤال دلوقتي هتعمل ايه في المرحلة الجديدة؟ رابع حاجة اختار صحابك لأن هما مش مجرد صحاب، وانت في الكلية هتقابل ناس كتيرة جدًا، في ناس هتغيّرك، في ناس هتسحبك، في ناس هتخلّيك تحب نفسك أكتر، وناس هتقنعك إن أنت مش كفاية، ومش كل حد هيتعامل معاك بلطف يبقى يستاهل إنه يكون قريب منك. اختار الناس اللي وجودهم بيخلّيك أحسن، مش اللي وجودهم بيخلّيك تضيّع وقت وأنت مبسوط. خامس حاجة ما تخلّيش الجامعة تاكل ال4 سنين كلها، ذاكر، اجتهد، اهتم بتقديرك، لكن ما تطلعش من ال4 سنين بتوع الجامعة معاك ورقة بس. جرب نشاط، اتعلم مهارات، اشتغل على مشروع، شارك في حاجات جديدة، اتعلم ازاي تتكلم قدام الناس، وتعلم ازاي تعمل CV، وتعلم مهارات الكمبيوتر، اتعلم حاجات تخليك مختلف عن مئات الناس اللي هيتخرجوا معاك من نفس الكلية، اللي هيخليك تتخرج وانت متميز، يعني مش متخرج معاك نفس الشهادة ومعاك نفس الحاجات وخلصنا، لا اتعلم حاجات جديدة تخليك مختلف وانت متخرج لسه جديد في سوق العمل. سادس حاجة الشهادة لوحدها مش كفاية، ولازم تبقى مدرك للنقطة دي بدري، ما ينفعش تستنى اليوم التخرج وبعدين تقول أنا هشتغل إيه. الشهادة مش هتنجز عنك كل حاجة، في ناس هتتخرج بتقدير امتياز وما عندهاش مهارة واحدة تميزها، وفي ناس بتتخرج بتقديرات عادية جدا وعندها لغة ومهارات وعلاقات ومشاريع وخبرة وعارفة هتتخرج كويس تعمل إيه. سابع حاجة ما تستناش بعد التخرج عشان تبدأ، لو نفسك تشتغل ابدأ وانت طالب، لو نفسك تعمل مشروع جرب، لو نفسك تتعلم برمجة ابدأ، لو نفسك تعمل محتوى ابدأ، لو عايز تتعلم فريلانس ابدأ وجرب، حتى لو فشلت عادي مفيش مشكلة، انت عندك ميزة دلوقتي مش هتبقى متواجدة بنفس الكفاءة بتاعتها بعد ما تتخرج، وهي انك عندك وقت تجرب وتفشل. 8 اتعلم تدير وقتك قبل ما وقتك يديرك. في ثانوية كان عندك المدرسة والدروس والمواعيد كانت مظبطة يومك، إنما في الجامعة عندك وقت فراغ كبير جدًا، لو أنت ما عرفتش تستغله وتضبّطه هتلاقي نفسك آخر اليوم ضيّعت وقت كبير جدًا وما عملتش أي حاجة، وده من أسوأ أنواع الوقت، الوقت اللي تحسّه كتير أوي لحد ما يخلص. 9 ممكن تدخل كلية وبعد فترة تكتشف إنك مش عايز تكمّل في نفس الاتجاه، وممكن تحب تخصُّص ما كنتش تعرف عنه حاجة قبل كده، وممكن تكتشف إنه المجال اللي كنت بتحلم بيه ما بقاش مناسب ليك، وده مش معناه إنك فشلت، ده معناه إنك عرفت معلومة جديدة عن نفسك. المهم إن أنت ما تعيشش ال4 أو ال5 سنين أو الكام سنة بتوع الكلية وأنت موقن إنك خلاص دخلت فأنا لازم أكمّل، لمجرد إنك خايف تعترف إن أنت عايز تغيّر الاتجاه. وآخر حاجة
الكام سنة بتوع التخرُّج دُولة مش هُم نهاية الحياة، فما تتعاملش مع الجامعة على إنها آخر محطة وإنها مرحلة من ضمن مراحل التعليم، هتخشّها، هتتخرّج، هتاخد شهادة، هتروح تتصرّف بعدين. لأ، أنت دخلت الجامعة عشان تبني الشخص اللي هيتخرّج بعدها، لإنه بعد التخرُّج ما حدّش هيقول لك أنت عندك محاضرة الساعة 10:00 والّا عندك امتحان يوم الخميس والّا عندك تسليمة الأسبوع اللي جاي. لأ، السؤال الحقيقي هيبقى أنت مين، بتعرف تعمل إيه، وعايز تروح لفين، فلازم تبقى مستعد لإجابة السؤال ده كويس. عشان كده لو أنت لسه شايف نتيجة الثانوية العامة قدّامك ومش عارف تعمل إيه، ما تسألش نَفْسك أنا هادخل كُلّية إيه، اسأل نَفْسك كمان أنا عايز أتخرّج من الكُلّية دي شخص عامل إزاي، وفي النهاية ما تخلّيش دخولك الكُلّية يبقى هو الإنجاز اللي بتحاول تحققه، لإن دخولك الكُلّية مش معناها إنك وصلت، ده معناها إنه لسه قدّامك 4 أو 5 أو 6 سنين لحد ما تبني نَفْسك. وممكن تتخرّج من الكلية دي بورقة بس، وممكن تتخرّج وأنت معاك خبرات وعلاقات ومهارات كبيرة جدًا تنفعك، فبدل ما يكون كل تركيزك على أنا هادخل إيه، ابدأ فكّر كمان أنا هاعمل إيه بالفرصة اللي جات لي، ويا رب تكون استفدت.